الدينية، وهذا أنتم لازم بأن تخدموا لسياسة الشيوع الصينية. يعني هذا مهم جدا. هكذا يقول. مثلا كنا في أول دخلنا في هذه المعهد كان 55 طلبة في كل من تركستانيين، وحينما خرجنا 92 كان 44، والباقون قد سجنوا، لأن بعضهم يعني قد ضد هذه الفكرة. نحن هذا مثلا مدرسة إسلامية، لماذا نحن نخدم مثلا للإلحاد، يعني للنظام الإلحادي يعني هكذا. ولهذا هذه الطلبة قد سجنوا، يعني أصدقاؤنا قد سجنوا. يعني الدينية في تركستان الشرقية يعني صعب جدا. يعني المسلمون يعيشون الدينية بصعوبة. يعني الآن مش ممكن يعني أن يأتون أن شعائرهم الدينية، يعني مثلا الصلاة يعني مش ممكن. مثلا في كل أمام المساجد اللوحة يكتب مثلا تحت 17 السن مش ممكن أن يدخلوا إلى المساجد مثلا، والنساء مثلا والذين يعملون في الإدارة الصينية يعني ممنوع، يعني كل ممنوع يكتب هكذا. يعني مثلا الواحد مثلا ممكن يجتمعون 3 أو 5 نفر إلى أمامهم ليدرسوا العلوم الإسلامية. هذا أمر يعني ضد الحكومة، ضد الدولة، يعني ضد الحكومة الصينية. وهذا يعني وهذه الشكل يعني صعب جدا يعني في المجال الدينية في تركستان الشرقية. يعني ممنوع، يعني تعليم العلوم الدينية ممنوع في تركستان الشرقية. والشعائر الدينية هكذا في الجامعات مش ممكن. مثلا في هذه رمضان الشريف مثلا في الجامعات مثلا في النهار مثلا يشربون الماء مثلا. يعني ممنوع الصوم في الجامعات وفي الإدارة مثلا. في الإدارة لا يوجد مثلا في النهار أن يأكلوا في الخارج، ولكن في رمضان كله يأكل في الإدارة. يعني هكذا. يعني مثلا في المدارس مثلا طلاب مثلا 12 أو 15 مثلا سن الطلاب في مثلا في المدارس يؤكل ويشرب ماء، يعني أن لا تصومون، يعني هكذا ممنوع يعني في هذه المسألة. بس مثلا في الجمعة مثلا في الجمعة لا يمكن مثلا لا يرخص لا يؤذن للطلاب المدارس أن يستريحوا في النهار، يعني في ساعة واحدة كذا، لئلا يذهبوا إلى الجمعة. يعني هكذا يعني موجودين. يعني الحكومة الصين الشعبية الإلحادي يمنعون المسلمون من كل الشعائر الدينية، من شعائر الدينية، يعني من المسلمين التركستانيين. يعني هكذا الظلم يستمر، يعني كل يوم يزداد. شكرا. يعني الأخ عبد الأحد، يعني الأخ عالم جان يعني تحدث عن الصعوبات التي يواجهها المواطن المسلم الأيغوري في تركستان إذا ما أراد أن يتعلم تعليما دينيا، لكن كما ألاحظ أن يعني معظمكم ما شاء الله تتحدثون اللغة العربية. أين تعلمتم وأجدتم هذه اللغة؟ يعني كما قال الأخ كان هناك سهولة قليلة بعد بين 80 إلى 90، وهذه السهولة ممكن أنا أستطيع أن أشرح لكم هذه السهولة كيف كانت. أنه أنا بعد يعني تعلمت الكتابة الأيغورية ليس على الورق، ولكن تعلمت الكتابة الأيغورية على التراب. كان والدي يكتب حرف حرف على التراب،
ويعلمني وبعد ذلك يمسح، يعلمني يمسح. وبعد ذلك عندما تطور الأمر كان يكتب على خشب الحروف العربية ويعلقها على عنقي، لأنه لم يكن هناك الكراسة أو دفتر أو شيء من هذا القبيل حتى نتعلم. كان والدي كان نجارا، كان يكتب على خشب ويعلقها على رقبتي، وأنا كنت أمسك هذا الخشب وأحفظ. تعلمت القرآن الكريم بهذا الشكل. والدي كان يتعلم قليل وكان يكتب على الخشب هذا ويمسح ويكتب هكذا. وأنا تعلمت القرآن الكريم وأنا أذهب للمدرسة الحكومية الابتدائية، وفي الليل كنت أدرس عند والدي بالليل يعني. بعد انتهاء الابتدائية والدي أخذني إلى شيخ بعيد من بيتي، ما يقرب بيننا وبين الشيخ 15 كيلومتر. وكان هناك مدرسة تحت الأرض. أخذني إلى هناك وتركني، أنت لازم بد أن تدرس هناك. أدخلوني إلى غرفة في داخل تحت الأرض، وكان هناك 7 من الطلاب وأنا كنت ثامنهم في ذلك المكان. حجرة صغيرة، وفي الليل في النهار كنا نستطيع أن نجلس، ولكن بالليل نريد أن ننام، ولكن مكان صغير كنا لا نستطيع أي كل ينام. ولذلك أنا كنت أصغرهم، الباقون كلهم ينامون وأنا بعدما هم ينامون أنام على فوقهم. بالليل بالتحرك جنبا إلى جنب أنا كنت أسعى فيما بينهم. كان واحد دائما يقف فوق هذه الحجرة حتى لا يأتي العيون من الناس. عندما يأتي شخص غريب كانوا يقولون اسكتوا، كنا نقرأ بالصوت يعني. وكنا نأخذ مثلا الدراسة قبل الفجر كما قال الأخ، يعني كنا نبدأ الساعة 3 إلى الصباح إلى الفجر. بعد الفجر إلى شروق الشمس. بعد شروق الشمس كنا نطلع كلنا ونذهب إلى العمل عند هذا الشيخ في المزرعة. وفي المزرعة كان هو يدرس هكذا وهو يعمل. هذه هي كانت السهولات. الإخوة كلهم درسوا العربية بهذا الشكل، إما في داخل الحجرات تحت الأرض أو في أماكن بعيدة في الجبال في الصحراء. وكنا نأخذ أمتعتنا لمدة 15 يوم، وفي مدة 15 يوم ما كنا نأخذ إلا خبز فقط، خبز جاف لا يخرب لمدة 15 يوم. ما كنا نأكل أي شيء آخر، هذا الخبز. عندما ينتهي هذا الخبز بعد 15 يوم كنا نرجع إلى البيت. هكذا درسنا اللغة العربية. أخ عبد الوارث، يعني أريد أن أسألك هنا، يعني سمعنا أن الصين تمنع المواطنين التركستان الشرقيين من مغادرة الصين، بداية هل هذا صحيح؟ وإذا كانت تمنعكم فكيف وصلتم إلى هنا؟ بالإضافة إلى ذلك هناك جاليات كبيرة في العالم الإسلامي من التركستان الشرقيين، أرجو أن تطلعنا على أماكن تواجدها، أعدادها، أي معلومات عنها. والشيء الآخر يعني أريد أن أعرف منك، هل يمكنكم أنتم مثلا أن تعودوا إلى الصين، أو أي مواطن خرج من تركستان يمكنه أن يعود إلى الصين أم لا؟ طيب، قبل أن أبدأ بالإجابة على السؤال أضيف أن على ما قال الأخ بالنسبة لكلمة الانفصال. يعني كلمة انفصال يعني نوع من يعني كأننا كنا مع الصين ونريد أن ننفصل. يعني أفضل في هذه الحالة أن نستخدم كلمة الاستقلال. يعني كلمة الانفصال كأننا كنا مع الصين منذ زمن بعيد والآن نريد أن ننفصل من الصين. نريد أن نستخدم كلمة استقلال، هذا هو الأصح. أريد أصحح في هذا الجانب. أما الجانب الثاني
نريد أن ننظر إلى قضية